طب يعني من 2018 و2000 لغاية 2020 كانت فترة تحول كبيرة. أكيد من إنك تبتدي أو من إنك تتحول من ميديكال لقطاع جديد وشغل جديد تماما، أنت مش أول مرة تشتغله، أول مرة تدخل فيه، وفجأة قالوا لك إحنا عايزين سيكتور بقى جديد للمجموعة بتاعتنا. فأكيد كان في صعوبات. إيه الصعوبات اللي واجهتك في بداية التصنيع؟ انا من 2018 ل 2020 كل السنتين دول يعني كان البيزنس، كان الكور بيزنس بتاعنا هو بس تريدنج. كل اللي احنا بنشتغل فيه هو تجاره، بوزع كيماويات للمسالك بتاعه الالومنيوم، وما عندناش اي جزء صناعي خالص. كل الفكره ان انا كل مصنع وكل مسبك انا بدخله، انا بشوف مكن ومعدات والات، وبشوف الناس دايره في جزء وانا بوزع لهم كيماويات. ده انا بوزع حاجه كده ايه يعني 1% من دايره الصناعه بتاعته. يعني أقدر أقول إن أنت قعدت سنتين بتتعلم بدرس أكتر أو بتدرس ده. بالظبط امم لحد 2020 بدأ بقى الهاجس الصناعي جوايا. انا عايز ادخل الفيلد، عايز ادخل مجال الصناعه، عايز امم اخش الالومنيوم من البوابه الحقيقيه بتاعته. أوكي. بدأنا في 2020، بدأت شراكه في ورشه صغيره في منطقه ميت غمر. آه، بيزنس ما كانش قوي خالص، بس اتعلمت كتير. يعني خسرت انت عملت شراكة بره المجموعة بتاعتكم بره المجموعه بتاعتنا عشان خالص عشان تتعلم اتعلم. وتعمل قطاع جوه المجموعة. بالظبط. دي لفة طويلة ومش سهلة، يعني ده في حد ذاته مش هقول مثلا انه الصعوبة في بداية التصنيع او انك تدخل السوق، ده انت بادي الصعوبة من بدري احنا شوية. عشان ما عندناش معلومات، ما عندناش نو هاو، ما عندناش خبره جوه الصناعه. احنا 40 سنه بنتاجر، مم. بس بنستورد وبنوزع وسلاسل امداد وتوريد اقوياء جدا. مم. لكن جوه الصناعه احنا ما عندناش اي حاجه، ما عندناش معلومه خالص. ما عندناش معلومه هي الصناعه ازاي ال- السايكل بتاعتها ماشيه ازاي. بس هي جرأة منك انك اصلا تقرر انه بعد ما هتدخل بقى انت عايز، حتى لو هتعمل سيكتور جديد مثلا ليه علاقة بالالومنيوم او كده او اي حاجة ليها علاقة بالمعادن، انت حتى ما فكرتش تبدأ السيكتور ده او القطاع ده بتجارة، انت بدأته بتصنيع. هو انا بدات سيكتور الالومنيوم بالتجاره، قعدت سنتين بتاجر، وبعد كده قلت خلاص انا انا هصنع. لازم اصنع، انا مش قادر. مم.